احنا بنتكلم دلوقتي عن معدن غريب ومهم في نفس الوقت، اليورانيوم. اليورانيوم عنصر طبيعي موجود في قشرة الأرض، لونه رمادي شوية وبيبقى تقيل. تخيل معدن تقيل كده بتحت إيديك. أهم حاجة فيها مش الشكل لكن اللي جواه. نواة الذرة بتاعته فيها طاقة هائلة. لما نقدر نتحكم في الطاقة دي بنحولها لحرارة وبعدين لكهرباء، وفي حالات تانية ممكن تتحول لطاقة مدمرة لو استخدمت غلط. اليورانيوم ليه نظائر مختلفة، أشهر اتنين هم يو 238 ويو 235. يو 235 هو اللي بيشتغل كويس في التفاعلات النووية لأنه قابل للانشطار بسهولة أكتر، وعلشان كده بيبقى مطلوب في صناعة الطاقة النووية وفي الأسلحة النووية لو تم تركيزه كتير. أما يو 238 فهو أكتر وفرة وبيستخدم برضه في حاجات تانية زي صنع الوقود النووي بعد المعالجة. إزاي بيتحضر؟ في الطبيعة اليورانيوم بيبقى منتشر لكن بكثافات صغيرة. بنستخرجه من الرواسب وننقيه ونصنع منه مادة اسمها خام اليورانيوم. بعد كده بيجي خطوة اسمها التخصيب، ودي عملية بنزود فيها نسبة يو 235 مقارنة باليو 238 لأن النسبة الطبيعية قليلة. نسبة منخفضة من التخصيب تكفي لمفاعلات الطاقة، ونسبة عالية جدا هي اللي ممكن تستخدم للأسلحة، ودي حاجة العالم كله بيحذر منها وبيحط قوانين ورقابة عليها. بنستخدم اليورانيوم في حاجات مفيدة قوي، تشغيل محطات كهرباء نووية بتنتج طاقة ثابتة من غير انبعاثات كربونية مباشرة، وفيها كمان استخدامات طبية وصناعية زي إنتاج مواد مشعة بتستخدم في تشخيص وعلاج بعض الأمراض أو في قياسات هندسية. لكن لازم نذكر الخطر، اليورانيوم مش بس إشعاع، في خطر التسمم الكيميائي كمان لو تعرضت لكميات كبيرة، والإشعاع ممكن يأثر على الخلايا ويزود مخاطر السرطان لو مفيش وقاية. عشان كده التعامل معاه بيحتاج احتياطات صارمة، ملابس واقية، حاويات متينة، ومواقع مراقبة، وإجراءات سلامة. كمان مهم نعرف إن في نقاش عالمي عن مستقبل اليورانيوم. في ناس بتشوفه حل لمشكلة التغير المناخي لأنه بيدي كهرباء كتير من غير غازات دفيئة، وفي ناس خايفة من مخاطر الإشعاع ومن مشكلة النفايات المشعة اللي بتعيش آلاف السنين وتحتاج تخزين آمن. فالموضوع مزيج من علم وتكنولوجيا وسياسة وأخلاق. وفي الآخر اليورانيوم عنصر قوي، يقدر يولد ضوء لمجتمع كامل أو يسبب خراب لو ما كانش تحت رقابة ومسؤولية. وإحنا كبني آدمين قدامنا تحدي إننا نستفيد بالطريقة الآمنة والعاقلة عشان الطاقة تبقى منفعة مش خطر. انتهى.